ايه بقى ايه بقى الزمالك عايز ايه بقى؟ يعني فريق الزمالك والمدرب واللعيبه عايزين ايه بقى؟ يعني 3 تعادلات، خسارتين في 10 ماتشات. كنت متصدر الدوري، الناس سقفت لك هوب. لا، انا مش عاجبني موضوع متصدر الدوري ده. انزل تاني تحت المصري. استنى بقى لما الاهلي عنده ماتشين، هيلعب ماتش بعد شويه منهم يركب. استنى بقى بيراميدز كمان يجي بالمؤجلات بتاعته يركب. تبدأ تعاني تالت رابع. ايه بقى؟ وبدري قوي على الكلام ده. بدري. تعادل غير مبرر مع غزل المحل. عارف لو تعادلت 0-0 اقول لك طريقه الكابتن علي عبد العال جابت نتيجه، وقفله ما عرفش تجيب جون وعادي، وده المعروف عن غزل المحله، وهنقعد نقول مبررات ونقول كلام حلو والدنيا تبقى حلوه. انما انت جبت جون، وجي في الجون ساذج. فرقه الزمالك دخل فيها جون ساذج، ساذج جدا. يعني انت جبت جون في نفسك بالبلدي. قبل ما نتكلم على العك اللي حصل، يعني هو في حاجات برضو، ما الدنيا مش هي الدنيا مش سودة ولا رمادي، يمكن كحلي شوية. بس يعني في حاجات، في 3 4 عناصر في الفرقة كويسين يا جماعة والله. يعني النهاردة طبعا أحمد ربيع، محمد إسماعيل، أحمد حمدي، خوان، الأربعة دول. وطبعا محمد صبحي لم يختبر، حتى الجون اللي جه أنا شايف إن هو انفراد يعني ما. فالأربعة خمسة دول بس هم اللي كانوا في الملعب، اللي بيلعبوا بقلب، كانوا بيلعبوا صح. وعمر جابر على فكرة، عمر جابر الفترة دي مظلوم، ملوش بديل. التعاقد مع بارون الكيني ده، انا ده في كلام كتير وعلامات استفهام كتيرة، وعلى طول بره السكور، وعلى طول مش ملوش لازمة فنيا. طب انتوا جبتوه ليه؟ فلوسه فين؟ ليه؟ علامة استفهام كبيرة. فالأربعة خمسة دول اتكلمنا فيهم، أحمد ربيع ومحمد إسماعيل وأحمد حمدي وإخوان ومحمد صبحي. هم يمكن اللي قلبهم على الزمالك، اللي بيلعبوا بدماغ، اللي بيلعبوا بروح، اللي عايزين يكسبوا، اللي مركزين الماتش كله. انما باقي اللعيبه التانيه، انا اسف عبد الحميد معالي، انا قلت في اول الموسم لما شفت الفيديوهات بتاعته وشفت الكلام المكتوب عنه والاعلام المغربي بيتكلم عنه ازاي، قلت انه هيكون صفقه مفيده للزمالك. النهارده انا كنت حاسس ان هو تايه في الملعب، ومش عارف يباص ولا عارف يجري ولا عارف يشوط ولا عارف ايه، وتايه كده. مش فاهمه. لا، ما فهمتوش في الملعب، مش فاهمه. يعني حاسس انه ملوش في الكوره. يعني اللي انا شايفه انه ملوش في الكوره. لو عنده شغلانه تاني ماشي، لو هو جاي كان عنده مشكله في تاشيره وعقد عمل وكده ماشي. هل في سبب؟ يعني ان هو، يعني هو بارون، يعني انا برضو هرجع تاني لبارون، معالي وبارون الصفقتين دول جايين ليه؟ مين اللي جابهم؟ على اساس ايه؟ فني ولا في اسباب تانية؟ دولارات، فلوس، فيفا، دنيا، على ايه؟ انا ما اعرفش. ادم كايد مش حاسه. يعني انا مش حاسه من الماتش اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله، انا مش حاسه بصراحه. ما تحسه لعيب كسول في الملعب، لعيب مش حابب يلعب اصلا. شيكو بانزا طبعا ده خلاص، ده انا فقدت الامل فيه. ده لعيب ما دماغه الله يعينها. يا بختك بعقلك يا معلم زكي، بجد. يعني ده يا بختك بعقلك يا معلم زكي خالص. ما عندوش فكرة، يعني دماغه عايز كشف على القوى العقلية. فأنا بينزل الملعب ببقى خايف على زمايله منه، مثلا يعمل حاجة في حد فيهم، يخبط حد بحاجة ولا بتاع. فشيكو بانزا برضو من الصفقات اللي أنا، وأحمد شريف وعمرو ناصر. يعني النهاردة ما فيش بصراحة. فاركو، مع احترامي لفاركو، أحمد شريف وعمرو ناصر ينفعوا فاركو، ينفعوا كل فرق الجدول. مش بقى انا مش ضد فاركو على فكره والله، فرقه وفرقه محترمه ونادي محترم وتجربه محترمه الموسم اللي فات. بس احمد شريف وعمرو ناصر مش زمالك يعني خالص. الموضوع بالنسبه لهم صعب جدا. مش عارف يعني. احمد شريف وعمرو ناصر الموضوع بالنسبه لهم محتاج مراجعه كتير. انا
في حد فيهم كان عمال يخبط في زميله النهارده، عمالين يخبطوا في بعض، انا ما اعرفش ليه. يعني الشوط الاولاني كان في كل ما تيجي كوره راح اتنين خابطين في بعض، اتنين خابطين في بعض، ليه بقى؟ يعني انا مش فاهم. سيف الجزيري طبعا ما جاش. عمر جابر قلنا محتاج بديل، محتاج يريح، محتاج تنشيط برضه ليه هو الراجل كتر خيره بجد. الزمالك كده تالت رابع، يعني انت خلاص، انت في الاول كنا بنقول ايه، الزمالك ممكن ينافس تاني، ممكن ينافس تالت، لا اول، لا اصل هو متصدر، لا اصل المستوى، اصل الصفقات، اصل رجعت تاني بتتكلم لا تالت رابع على المستوى ده واللعيبه دي والاداء ده. لا المدير الفني فيريرا انا مش فاهمه برضه، يعني تغييراتك لا جوه الملعب تعمل تغييرات صح، ولا بره من بره الملعب تغييرات صح، ولا شايف خطه، ولا شايف اي حاجه، ولا شايف، ولا حتى بتتنطط على الخط. يعني حتى مش بتتنطط على الخط، طب شاور، زعق، خد انذار، اعمل اي حاجه، حسسنا ان انت موجود. يعني حسسنا ان ان في حد، في مدير فني قاعد على الدكه شايف ان الفرقه، قالوا اللعيبه بتعاني في الملعب يا كابتن، قال له الله يكون في عونهم. يعني ده انا حاسس ان انت ده ديالوج بينك وبين المدرب العام مثلا، انت ما فيش حلول خالص. فالزمالك على الحال ده، لو انتم مبسوطين على الحال ده، تالت رابع بصراحه. لازم يبقى في حلول، لازم، يعني لا صفقات ولا مدرب ولا، طب ايه؟ يعني على اخر الموسم هتروح فين؟ ده لسه الاهلي جاي وبيراميدز جاي ولسه في بطولات وفي افريقيا وفي كونفدراليه وفي مش عارف. تعمل ايه بقى في اللي جاي ده كله بقى؟ في فتره توقف كبيره جايه، لو عايز تغير مدرب ممكن تغير مدرب في الوقت ده، جميل. لو عايز تقف وقفه مع اللعيبه تمام، ما حدش بقى يقول لي اصل اللعيبه ليها فلوس فاللعيبه متضايقه فاللعيبه زعلانه. متضايق زعلان ليك فلوس برضو، قلنا مش في الفني. فعشان بس ايه ما تدخليش ده في ده، ونتمنى ان الدنيا تتصلح الفترة اللي جاية، يعني ان شاء الله خير.